اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده روتين قوي جدا جدا. اول حاجة بدأت بيها كده، فتحت الشبابيك وشغلت البخور. البيت كان تمام، فالبيت دايما عندما ما يكون متنظف ومش هعمل فيه شغل في البيت دايما ادخل جري على المطبخ اعمل حاجات في المطبخ. طب البيت بقى الشقة مش مترتبة بصراحة، دوبك الاكل كده بيكون على السريع عشان الوقت كله اقضيه في تنظيف البيت. انا جبت هنا بقى ايه، هنعمل نص كيلو قراقيش. هتشوفوا ما شاء الله هتعمل كمية وفيرة جدا. نص كيلو بحط عليه معلقة من السمسم، ومعلقة من اللي هو الشمر والليسون مطحونين، ومعلقتين كبار كده من السكر وذرة من الملح. النص كيلو انا بحط لهم نص كوب من السمنة، وبتطلع مقرمشة معايا، بس ديت مع سمنة بلدي يعني 3/4 نص كوباية، يعني نص الكوباية 3/4 سمنة والربع زيت، وهتطلع مقرمشة وجميلة جدا، وهيطلع طعمها بصراحة جميل. الشمر على اليانسون بيكون اساسي في القراقيش، بس انت ممكن تشتريه لو انت ما بتحبيش طعمها في القراقيش، لكن ده بصراحة بيديلها طعم حلو جدا. كنت مدفياه كده، اللي هو مسيحة السمنة وحط عليها الزيت، وابدا بقى اللي انا ابس العجينه واخلي كلها كده، كل الدقيق يتشمع ويبقى شايفين عامل زي الرمله المنديه كده، كله اتغلف بالسمنه. انا بحط الكيلو الدقيق كوبايه من السمنه للقراقيش. في ناس كتيره بتعمل كيلو الدقيق عليه كوبايتين من السمنه، او كوبايه من السمنه عليها كوبايه من الزيت، المهم ان هما كوبايتين من الماده الدهنيه. بصراحه انا بشوفهم كتير جدا. اللي بيختلف الدقيق القرص الطريه عن القراقيش ان انت بتبسي السمنه الاول، لكن القرص الطريه بتحطي وبعدين بتحطي السمنه. انا هنا ده كان كوبايه من اللبن الرايب، كان اتربط عندي بقى من كتر ما الكهرباء بتقطع، وكمان مزوداها من شويه من الميه. لو انت عندك لبن تشتغلي بيه، عندك ميه بس اشتغلي بيها، عندك معلقتين من زبادي وكملي بالميه، اي حاجه اشتغلي بيها عادي جدا. اللي بيخلي القراقيش تكون مقرمشه ان احنا بنحط السمنه، الزيت بيساعد ان هي تكون ناشفه شويه، وكمان درجه الحراره وتقطيعها لو انت مش مقطعاها سميكه، فكل الكلام ده بيساعد ان هي تطلع مقرمشه معاك. لكن زي ما انت شفتوا ده كوبايه نص كيلو من الدقيق، ما شاء الله يطلع معاك كميه حلوه، وكمان هتبقى مقرمشه جدا، وهتقعد معاك فتره طويله بره التلاجة وبره الفريزر في عز الحر ده. هي حلاوه القراقيش في الحر في كده. رايحه بقى مصيف، تعملي لك 2 كيلو او كيلو على حسب بقى الكميه اللي انت عاوزاها، وتقعد معاكي بقى تنفع حلو للفطار وللاوقات بقى الكتيره. بمناسبه ما الكهرباء بتقطع دايما احنا بنتعطل في تحضير الغدا، لان دايما وقت الغدا بيكون هم قطعوا عننا الكهرباء، فالاولاد بقى يبقوا جعانين او كده ياخدوا اللي هي القرص دي، بتكون حلوه جدا. انا هنا بقى جبت نص كيلو من العجوه، حطيت ذره بسيطه كده من القرفه. هي بصراحه القرفه بقى طعمها حلو فيها، بس اولادي ما بيحبوهاش، فلو كترتها شويه هيستصاغوها في الاكل فمش هيرضوا ياكلوها. وحطيت عليها شويه كده من ريحه الموز، بتدي لها ريحه حلوه جدا، عشان احنا في الحر اللي ما شاء الله هي مش محتاجه ان احنا نفكها باي حاجه. ممكن بس تحط عليها معلقه من السمنه سواء النباتي او البلدي. لكن هي بصراحة الجو حر جدا، وعامة خدوها قاعدة اما تجيب العجوة. الناس بتقولك بتنشف مني، ومهما اسيحها تلاقيها تشد وتمسك في بعضها. انا سألت الراجل اللي انا بجيب منه العجوة، قال لي ما تحطهاش خالص في التلاجة، ولا صيف ولا شتاء. يعني انا جايباها وحطها في دولاب المطبخ عادي جدا. يعني شايفين بقى، انا جبت هنا كيس من التلاجة وبفردها فرد بسيط جدا. العجينة ما بتخمرش، العجينة بتاع القراقيش بترتاح ما بتخمرش. ليه؟ لان كمية السمنة اللي فيها بتكون كتيرة، فاحنا مش محتاجين ان هي تخمر، هي تخمر بعد التشكيل والتقطيع. يعني انا يا دوبك كده ريحتها مسافة ما فردت العجوة، وبجيت بقى كده بالنشابة. هي دلوقتي ما كنتش واخده بالي ان التصوير مش جاي عليها واضح يعني، فهظبط الكاميرا دلوقتي.
بجيب النشابه وبفرد بيها. ولو انت مش عايزه تعملي بالنشابه تعملي بايدك، هتفرد معاكي بطريقه يعني سهله جدا، مش هتاخد منك مجهود في الفرد ولا حاجه. بحاول بس ان انا اساوي كده الاطراف، وبقطع بقى كده العجوه تكون طبقه سميكه والعجينه تكون طبقه سميكه، علشان لما هيتلف رول الاتنين هيتخانوا على بعض، هتبقى تخينه. ما نعملهاش يعني اقل من سنتي كمان، تكون حاجه طبقه رفيعه خالص. بظبط برضو كده الجوانب عشان الشكل برضو يكون شكلها حلو. انا كده جبت بقى هنا النشابه وبثبت العجوه في العجينه عشان ما تفصلش من بعضها. وببدا اللي انا كده بقى ايه ارولها. لو انت عايزاها رولات كتير هتعملها زي ما انا هعملها كده، كذا واحده على بعض، هتلف معاكوا وهتديكي شكل حلو في الاخر هتشوفوه معايا دلوقتي. القراقيش ديت انا عاملاها بقالي يومين ما شاء الله، يعني احنا مش شايلين هم ولا فطار ولا عشاء ولا اي حاجه. يعني نجيب القراقيش نعمل شاي بلبن، نعمل شاي الموجود بيشرب حتى لو مع عصير. بصراحة القراقيش أو عامة المخبوزات على طول بحسها في البيت بتكون بركة، وبتكون أساسا عطشة للأم كده، راحة. إن هي مثلا الأولاد جاعوا في أي وقت والأكل لسه مخلصش، هتقدر إن هي تديلهم منها. والحاجة ما تكون معمولة في البيت بقى، أنا حاطة فيها سمنة بلدي وحاطة فيها لبن رايب، يعني كلها خير وبركة بقى. تخيل انت هتجيب الكمية ديت ما شاء الله هيطلع لها أكتر من كيلو، لأن أنا حاطة دلوقتي نص كيلو من العجوة على نص كيلو الدقيق. شايفين بقى الشكل كده، انا قطعتها بالسكينه بتاعه البطاطس كده من الجوانب، ادت لي شكل حلو جدا، احلى كمان اللي بتشترى من بره. دهنت الصينيه زيت، مش لازم تدهنيها، بس انا بس دهناها زياده تاكيد، بس بخيتها كده بخه من الزيت بسيطه. انا ما بحبهاش تكون يعني تخينه في العرض، انا بحبها تكون رفيعه، تكون على قد كده. انا دايما في الحاجه يعني في المعجنات بحب اعملها صغيره، لان الاطفال دايما بيلفت نظرهم الحاجه الصغيره في الاكل. لكن مثلا لو في الحاجه الحلوه اللي هي بقى الحاجه اللي ملهاش اثر اللازمه، يحبوا الحاجه الكبيره. فعشان كده انا دايما بعمل الحاجه الصغيره عشان برضو تجذبهم ويكون شكلها حلو، وعلى قد ما اقدر اعملها زي بره وتكون احسن كمان في الطعم من بره. والله العظيم احنا دايما مقتنعين ان دايما الحاجه اللي بتيجي من بره باستثناء الطعميه بصراحه يعني دي اللي بستثناها، ان دايما هي اللي بتيجي من بره بتبقى حلوه. لكن اي معجنات او اي حاجه بتيجي من بره ما بتبقاش بنفس حلاوه، مش معنينا من الجوده كمان، اللي هي الجوده برضو حاجه مهمه، لكن من الطعم اساسا بيكون اللي احنا بنعمله بيكون احلى. اعملي الحاجه مره واتنين ما ظبطتش معاك اول مره هتظبط معاكي تاني مره. مش عشان مثلا حاجه ما ظبطتش معاكي تقول لا انا ما عدتش اعملها، انا هستسهل بقى واشتريها هروق دماغي. هي ما ظبطتش معايا كده كده والله، حاولي مره واتنين وتلاته وان شاء الله هتعرفي غلطاتك في ايه وهتظبط معاك ان شاء الله بعد كده. انا هنا بلفها كده، وهتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه. جزء تاني قطع صغيره، يعني مش هرولها رول كبير كده، لا هختصر شويه. لو انت بقى عايزه تختصر في العجوه، هتعملي العجوه عباره عن صباع كده طويل، وتحطيه في النص وتقفلي من الجوانب بس. تقفلي العجينه من الجوانب، هتكون برضو هتوفر معاكي، مش هتاخد منك عجوه كتير، بس بصراحه هتديكي ان العجوه تكون في النص، مش هتديكي الشكل الرول اللي احنا شفناه ده، وهنشوفه برضو دلوقتي في بعد ما نسويها. الجزء المتبقي كده بقى انا هعمله ساده يدوبك ليا انا، لان الاولاد عايزينها بالعجوه وانا بحبها برضو بالعجوه، بس انا كنت حابه ايه اعمل كذا واحده بس تكون ساده، لكن هما كانوا طالبينها كلها بالعجوه بصراحه. اما نيجي نعملها ساده، شايفين السمك بتاعها لازم يكون تخين شويه، ما تبقاش زي ما احنا فردنا في العجوه، لان دي مش هتبقى محشيه، ده احنا هناكلها كده ساده او بالجبن. ده بقى ما شاء الله الكميه اللي طلعت من نص كيلو دي بقى احطها في الفرن درجه حراره 200 280 في الرف، اول رف من تحت، ولا في الشبكه ولا على الارض خالص في الصاج، ولا فوق في النص. خدت حوالي كده تلت ساعه ما شاء الله. شايفين حلوه جدا، وواخده اللون من فوق ومن تحت، وقرمشه وفاضيه من جوه ومفرغه وجميله جدا. جيت هنا بقى عشان احنا بنتكلم على الكهرباء، في ظل ما انا واقفه بقى برص كده عشان اوريكم الشكل النهائي، هتقوم الكهرباء فاصله عليا، حاجه كده في منتهى قله الذوق بصراحه، قطعت الكهرباء كل شويه. ان شاء الله الفتره الجايه بقى نعمل مع بعض كده هحاول ادخل يعني كل فيديو نوع من المعجنات
علشان اللي ما بيحبش حاجة يعمل حاجة تانية. وان شاء الله كلنا هنكون اساتذة في المعجنات، وان شاء الله مش هنجيبها خالص من بره، بحيث بقى اما الدراسة تبدأ كلنا نكون عرفنا نعمل المعجنات ونعملها للاولاد، ما نحتاجش ان احنا نشتريها خالص من بره. نص كيلو ده طلع معايا اكتر من الكيلو. النص كيلو العجوة ب15 جنيه، هو نص وزيادة كمان لان الكيلو ب25، فانا جايبه ب15. والنص كيلو الدقيق ب10 جنيه. ما شاء الله طلع معايا اكتر من طلع معايا كيلو من القراقيش. كيلو القراقيش اساسا بيعدي 80 جنيه دلوقتي، وكمان احنا عاملينه بسمنة بقى بلدي في البيت وحاجات ما شاء الله. يعني عيالنا لما يطلعوا كده يشوفونا موفر لهم كل حاجة في البيت يطلعوا يدعوا لنا فعلا. اما يعني زي ما انا دلوقتي بدعي لماما ان كانت الله يديها الصحة يا رب دايما تعمل لنا كل حاجة في البيت. يعني انا اصحابي مثلا كانوا في العيد افتكر دايما يشتروا اللي هو الكشري المصري ده من بره. ماما كانت منعنا منعا باتا ان احنا نشتري الكلام ده من بره. اي حاجه تعملها لنا كان في البيت. المعجنات اساسا أنا طالعه بحب المعجنات من كتر ما مامتي الله يديها الصحه كانت بتعملها لنا في البيت. عشان كده برضو عيالي طالعين لي بيحبوا ان انا اللي اعمل الحاجه في البيت برضو. بتكون احسن والله كتير. يعني الصحة دلوقتي يا بنات نحافظ على اولادنا لان احنا اللي مسؤولين عنها. شايفين انا بصور اما الكهرباء قالت لي خلاص كفايه عليكي كده. على ما الكهرباء بقى جت كنت انا جبت راستهم كده محترمه وفصصتها. والفلفل ده انا كنت شارياه مشبح كده، هو الفلفل اخضر عادي، بس كان في بعض الفلفل في الجنب كده حمار، فسبتها يومين بس في بره على الرخامه. الحمد لله الحمار بتاعه زاد كده، فانا ما كانش عندي الدقه اللي انا دايما بعملها معاكم للسمك وللبتنجان لحاجات كتيره جدا يعني. وبما تاخد منها معلقه كده على السلطه بيكون طعمها حلو. انا حوالي عملت ده حوالي نص كيلو كده من الفلفل. اديت للثوم بس ضربة كده بسيطة عشان على ما اجي افرمه مع الفلفل ان هو يكون مضروب ضرب مبرح بقى، ما احبوش اللي هو يبقى باين قوي. انا ما بقدرش استغنى عن الدقة دي. الدقة ديت في التلاجة عندي بحس كده ان انا بكون مطمن. عملت في اي وقت سمك مقلي ما اقعدش بقى اجيب الكبة وعلى فصين توم وقرن فلفل. اوقات كتير ما يبقاش عندي الفلفل خلصان اساسا. بتنجان اللي هو البابا غنوج، الطماطم المخللة بتجيب الطماطمايه كده وتحطي فيها. لو انت بتعملي بقى الاكله المصريه اللي كلنا بنحبها الكشري والبيض والبطاطس بحبها جدا، بحب اعمل طماطميتين ليا انا كده بالوضع ده. والله هي استخداماتها كتير. بتعملي بتنجان اساسا مقلي. انا اللي بعملها دي بحط فيها خل، فعشان كده مش بحطها في الاكل. اللي هو مثلا ما احطهاش في الباميه وكده عشان فيها خل. لكن بعمل برضو واحده زيها بس بيكون بصراحه استهلاك عليها مش كتير. بحطها في صينيه البطاطس. تتبيله الفراخ ودي برضو بتتحط في الفراخ، نسيت اقول لكم التتبيله دي بتتحط في الفراخ لان عادي نحط الخل في الفراخ. اديت كده فرمه للفلفل وقلبته عشان يتفرم من فوق لتحت. واحط بقى حوالي كده معلقه كبيره من الملح، واحط شويه من الكمون وشويه من الكزبره، معلقه كده بس معلقه محترمه يعني. نسيت اقول لكم وصلنا لنص الفيديو، نسيت اقول لكم حطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم. كلنا كبنات بنحب نشوف الروتينات، فخلي بقى العيله كلها تشترك في القناه وتسوي لي كومنت حلو منكم كده. انا بعرف ان الفيديو عجبكم من اللايكات. مش عايزه تحطي كومنت، حطي لايك بس. وهنا بقى جبت عن حوالي ربع كوبايه كده من الخل، واقوم عاطيه كمان تقليبه كده. الخل بقى يساعد في الفرم اكتر. وبكده يبقى انا عملت الدقه كميه بسيطه زي كميه صغيره كلها بتاخد وقت واحد. فلما اعمل الكميه وتفضل عندي في التلاجة بالشهور، والله بالشهور ما بيحصل لها اي حاجه. بتحط بس على الوش معلقه من الزيت كماده حفظ بس ليها. ده كده الدقه جاهزه معايا. في اليوم ده انا كنت عملت سمك، كنت جايبه سمك مقلي وعيناه في الفريزر. بس بصراحه قطعه الكهرباء كل شويه خلتني اساسا يعني ان انا اعينه احط التتبيله فيه وكده واعينه. بصراحه ما صورتوش وما عملتوش، عينته متنضف بس وما عملتوش. لكن انا على طول بحط السمك التتبيله فيه قبل ما احتفظ بيه في الفريزر. انا عاده بجيب السمك
اللي هو المقلي انضفه واحتفظ بيه في الفريزر. يكون عندي اعمله في يوم في نص الاسبوع عادي جدا، ما بيحصلوش اي حاجه ولا بتغير ولا اي حاجه خالص. البطرمان ده لقيته كده كبير والكميه مش باينه فيه، فحطيت في واحد كده صغير من بتوع الصلصه، وحطيت على الوش كده معلقه بس من الزيت وهغطيها، وكده عملت احلى دقه. لو مش عايزه تحطي بيها خل بحيث انك تستخدميها في الاكل، استبدلي الخل بس بمعلقه من الزيت، ومعلقه كمان من الزيت على الوش، يعني معلقه وانت بتفرم فيها ومعلقه على الوش، وهتكون معاكي احلى هريسه. احنا في موسم الصيف، والصيف ما يحلاش بقى الا بالملوخيه الخضراء، بس في الشتاء دايما لازم اجيب الملوخيه الناشفه. فانا الحمد لله جبت كده نص كيلو من الملوخيه الناشفه. بجيبها بصراحه من يعني من واحده فلاحه ما شاء الله، بتبقى حلوه جدا. بس هي بتكون بس ايه عايزه تنعم شويه، بيكون الفرم بتاعها ما بيكونش ناعم قوي. فانا ايه جبتها كده وقعدت انخل افرمها اصفيها كده في المصفى كده علشان تنعم، هي تنعم معايا وتبقى حلوه جدا. شايفين هي عاطيه خشانه شويه، وفي الاخر بيطلع منها شويه عيدان كده، دول بقى اللي برميهم، وبتكون احلى ملوخيه. طول الشتاء اعمل ملوخيه والصيف، لان بصراحه انا ما بحبش اعمل الملوخيه الخضراء بسبب ان هي بتحتاج مخرطه. فانا دايما بجيب الناشفه. ماما الله يديها الصحه اما بتعمل الملوخيه اما بتجيب الملوخيه وتعملها آه، بالمخرطة بتجيب لي على طول. لكن الملوخية دي لازم منها على طول، بحتفظ بقى ما شاء الله. الكمية نص كيلو بتكون كمية محترمة جدا، بتقعد معاك فترة طويلة. الكيلو كان ب100 جنيه ما شاء الله، يعني غلت جامد يعني. كنت جايبة السنة اللي فاتت الكيلو ب60، واللي قبلها كنت جايبة الكيلو ب30. شايفين ما شاء الله يعني الأسعار كده بتجري. فأنا جايبة النص المرة دي ب50 جنيه. انا بحتفظ بقى في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجة، بتقعد معايا طول السنة ما شاء الله يعني. لان انا اما باجي اعمل الملوخية ما بتبقاش حلوة لما بتبات يعني، او يعني يا دوبك بتبقى عايزة ايه الطاجن كده، او الكمية على قد الغدا بس. فانا بعمل دايما كمية صغيرة، فعشان كده الكمية اللي انا عاملاها دي بتقعد معايا فترة طويلة. لو انت بقى عايزه تجيبي كميه واستهلاك عليها كتير، ممكن تجيبيها زي ما، ولو هي خشنه تعمليها في المصفى زي ما عملتها وتحطها في التلاجة، او تحتفظي بيها في الفريزر وتبقي تطلعيها على حسب استخدامك عادي جدا. لكن انا زي ما قلت لكم انا بحطها في التلاجة على طول. ده بقى البطاطا عشان الغدا هيكون ايه، هيكون رنجة. الجو حر بس الاطفال برضو مش هتشبع، او يعني هيبقوا عايزين برضو بعدها بشوية ان هم ياكلوا حاجة. فانا قلت بقى اعمل ايه، اعمل كده. كنت جايبة الكيلو وربع البطاطا دول ب10 جنيه، مش فاكرة الكيلو وربع ولا الكيلو ونص، بس هما كانوا دولت، وكمان واحدة كده صغيرة بس دي قطعتها بقى والاولاد كلوها. خديجة واقفة جنبي ايه بتسلم عليكم، واقفة جنبي وانا عمالة اقول لها يا خديجة بعيدة عشان الحامل ما يقعش والموبايل يقع. انا دايما بحب اخرط البطاطا بقشرة البطاطس، قطعتها كده طرنشات رفيعة، وهحط عليها بس شوية من المية، حوالي نص كوباية كده من المية، واغطي عليها يا دوبك بقى ايه اهد عليها واغطي عليها ان هي تستوي بقى كلها ببعضها، مش هزودها مية كتير ولا حاجة. انا مش عارفه ليه هي البطاطا الزهراء هنا في التصوير ان هي فاتحه او بيضه، هي مش كده، هي اي نعم ماشي عاطيه على اللون برتقاني، بس هي مش بالدرجه دي يعني. اهي شايفين ده لونها بقى لما استوت، ده لون. انا حطيت كده في البايركس معلقه من السمنه البلدي، بس ما جتش معاكم في التصوير، احط ايه معلقتين كده من سكر، وهي لسه سخنه بقى البطاطا انا هرستها، واحط لها كده نص كوبايه من اللبن، وشويه من جوز الهند، وشويه من الزبيب، وذره من الفانيليا. عندك قشطه حطي، بصي اي عندك، عايزه تستبدلي السمنه بزبده حطي، عايزه تخليها ساده، عايزه تعملها طبقه مهلبيه من على الوش. لا انا الزبيب ما كترتش عشان الاولاد مش بتحب الزبيب وجوز الهند، فانا ايه كنت احطه من وراهم سرقه كده. لكن انا بحبها، انا بحبها تكون غرقانه كده بجوز الهند، لان بيديلها طعم حلو جدا مع اللبن، تحس انك بتاكلي البطاطا دي بلبن جوز الهند اصلا.
وقلبتها بقى. بص انا عملت كله في الطاجن في البايركس كده عشان مش عايزه اوسخ بقى معين، لان بصراحه الكهرباء كانت قطعه. يعني بصراحه كنت زهقانه في اليوم ده من كتر ما الكهرباء بتقطع والله. هساوي كده الوش واحط عليها في الاخر معلقه من السمنه. انا ما كترتش سمنه، كنت حابه ان انا احط عليها قشطه بصراحه، بس انا قلت بقى ايه مش عايزين دسمه كتير، احنا لسه في الحر، نسيب الدسمه للصيف للشتاء. يعني الحاجه لما تكون دسمه وتقيله بنحبها في الساعه اكتر، لكن في الصيف بكفايه بقى، احنا بنبقى حرانين مش طايقين نفسنا اساسا. انا حطيت كده بس المعلقه السمنه سايحه، بسبب ان البطاطا سخنه فهتسيح على طول. احطها بقى تحت الشوايه تاخد وش وبتكون بقى جاهزه كده، نبقى ناكلها ان شاء الله بعد ما نتغدى. ما بحمرهاش بالمناسبه يا بنات، ما بحمرهاش من تحت، ما بشغلهاش الشوايه من تحت، دايما بديلها هي والعزازيه بديلها وش من فوق بس. بمسح بقى الجوانب، لان البايركس لما يبقى عليه يعني بواقي كده ويدخل الفرن بيتحرق ويكون متعب جدا في تنظيفه، فضروري بقى اننا امسحها كويس جدا. ونروح بقى ايه، كان خلاص فصلنا بقينا حوالي الساعة 5، وده يعتبر احنا كده في التوقيت ده متغديين متأخر جدا على ما بنيجي من الدرس، لان لازم يخلص دروسه وما يخرجش عشان نقعد بقى ناكل براحتنا الرنجة والبصل والخيار. انا بحب جدا البطروخ اللي بيبقى في الرنجة دي عيب سردينة الرنجة عامة ان هي بتكون فيها سفة كتير، فانا عشان كده مفصصاها دايما. لازم ان انا اسيحها طبعا على البوتاجاز مع معلقة كده مع الزيت، وبعدين ايه اسيحها وانضفها بقى كده عشان الاولاد مبيحبش السفة اللي بيبقى فيها ده بيضايق الاولاد جدا. وهم كلوا رنجة، يا ماما احنا عايزين كاكولا، طب انزلوا بقى هاتوا كاكولا. وجابوا الكاكولا عشان ايه، هم عايزين الكاكولا عشان يشربوا في الشفاطات. كل واحد عايز يحط كل واحد فيهم معلم الشفاطة بتاعته بلون، وعايز يشرب باللون اللي هو عاوزه في كوبايته يعني. فلو تلاحظوا انا ايه مليت كوبايتي وجايبين لي هما شفاطه، انا عندي شفاطات العاديه دي، انا مليت كوبايتي وكوباياتهم ما ملتهاش قوي، فيقول لي يعني انت ماليه كوبايتك وما مليتيش كوبايتنا، لكن خلي ده كده لبن مش هيشربوه، هيقول لك لا مش عايزين اساسا لبن. اديت لها وش كده وبعد ما بردت ده تصوير الموبايل، خدت بس كده وش عشان السمنه، لو كنت حاطه قشطه كان زمانها اتحمرت بزياده، بس بصراحه كان طعمها حلو جدا وما كترتش فيها السكر عشان تكون عشا فما تسدش نفس الاطفال وما تكونش تقيله عليهم. سبتها بصراحه لما هدت كانت دفت عشان اقدر ان انا اقطعها قطع، لكن انا بحبها تكون جوسي في بعضها. انا ودي اخد الطاجن كده واخدها بالمعلقه، هي ان كانت هي او المكرونه بشاميل، لكن شايفين هي طلعت معايا بالقطعه كده، بصراحه كان طعمها حلو قوي. ودخلنا بقى البلكونه لان كان الكهرباء زي ما قلت لكم كانت قطعه، دخلنا البلكونه وقعدنا بقى ناكل في البلكونه في عز الضلمه كده. بنات يكون الروتين بتاعي خلص معاكم، يا رب يكون عجبكم. الدعم ليا يا بنات باللايك للفيديو، وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم، وبدعوة حلوة من قلبكم ان استمر في القناة. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف مليون سلامة.